صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. انا طبعا بسمع كتير يوتيوبرز بيقولوا انا ندمانه ان انا ما عملتش الوصفه دي. انا ضاع نص عمري وانا مش عارفاها. انا ضاع نص عمري وانا بشتريها. بس حقيقي فعلا انا ندمانه جدا ان انا ما عملتش الوصفه دي من زمان. انا معتمداها اساسا في بيتي، بس انا بقولك بكيلو طماطم. الطماطم دلوقتي رخيصه جدا ب3 جنيه، من 3 جنيه لحد 5 جنيه. طماطم زي ما انتم شايفين حمرا، والموسم بتاعها حلو جدا. جبت كيلو من الطماطم، غسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وهبدأ اقطعه 4 تربع كده، مش 4 تربع يعني، هشق الطماطمايه كده على 4 تربع، وهبدأ احطه في الحلة زي ما انتم شايفين. بجد الطريقة دي حلوة جدا. و طبعا الولاد ما بيستغنوش عن الكاتشب في البيت، يعني كل أكلة لازم الكاتشب في البيت. فهنبدأ نقطعه بالطريقة دي. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي على اليوتيوب اسمها الحلو الحادق مع فاطمة. اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. معانا هنا بصلة تكون متوسطة مع كيلو الطماطم، بصلة متوسطة. ومعانا راس توم كده حلوة. هنبدأ نقشرها بالشكل ده، وهنحطها على الطماطم والبصل. بس كده هنحطه على النار. هنبدأ نحط على الكمية دي زي ما قلت لكم على نار هادية جدا جدا، وهنغطيه بدون اي سوائل. هي الطماطم هتصفي المية بتاعتها وهتنزل المية بتاعتها زي ما انتم شايفين، والبصل وهنسيبه على جنب لحد ما يبرد خالص تماما. يعني ممكن نسيبه من نص ساعة لساعة حسب ما احنا عايزين، لحد ما يبرد يعني. وبعد كده نحطه في الخلاط. نضربه كويس جدا لحد لما ينعم خالص ويبقى كريمي. وهنبدأ نجيب حلة، وهنبدأ نصفي الطماطم بتاعتنا والميكس اللي احنا عملناه ده. هنصفيه بمصفى كده لحد ما هنخلي بس هنخرج التفل زي ما انتم شايفين. بس شايفين ناعم جدا وحلو جدا. هنحط هنا معلقة كبيرة من السكر او معلقتين حسب الكمية. يعني انا كيلو من الطماطم حطيت معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة من الشطة، ده اختياري يعني، ده سبايسي. وهنحط طبعا معلقة من الملح، وهنحط معلقتين كبار من الخل الابيض العادي بتاعنا. وهنميكس المكونات دي كلها، وده اختياري جدا. لون طعام صحي احمر، بس عشان يدينا زي اللون الجاهز بالظبط. شايفين هو كده اللون بتاعه مش هيبقى باين غير لما يتحط على النار، على نار هادية جدا، لمدة ربع ساعة او تلت ساعة، لحد ما المية اللي فيه تتبخر. بس هيبقى بالشكل ده وبالقوام ده. هنسيبه بقى على جنب يبرد، وبكده الكاتشب بتاعي يكون جاهز. هقول لكم ازاي تحفظوه وازاي تخزنوه مدة الصلاحية بتاعته قد ايه. زي ما انتم شايفين جبت علب، عقمتها كويس جدا ونشفتها كويس جدا. برضو لازم تبقى معقمة كويس جدا بمية سخنة بتغلي، وتنشف كويس جدا من المية. ونبدأ نحط فيها الكاتشب بتاعنا. يعني انا حطيت الازاز دي في باب التلاجة، استخدمتها لمدة اسبوع. ومعانا البلاستيك، العلبة البلاستيك حطها في الفريزر، ممكن تقعد معانا شهر بحاله. طبعا انا هجرب لكم على الكريب ده انا عاملاه في البيت. فالكاتشب بجد يعني مفيش غنى عنه في كل اكله، يعني مع البطاطس، مع البانيه، مع اي اكله. الولاد بتحب الكاتشب جدا، وخصوصا مع الكريب بصراحه والبطاطس بيخليه تحفه جدا. يعني انا قلت اجرب لكم اوريكم بجد الكاتشب شكله عامل ازاي وطعمه حلو جدا زي ما انتم شايفين. بجد جميل جدا. شايفين الكاتشب ولونه بعد ما برد فظيع. الفيديو ده يستاهل لايك. حطوا لايك وسبسكرايب للقناة، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد على خير. باي باي.